البنات، شاركت معكم هاد الشوربه من الاول. هاد الشوربه درتها بالشيفرول والبصله ودورتها بالحليب المهم ندوز لك نشارك معكم الطريقه. شلطت بصيله ودرتها في 2 معالق زيت البلديه في الطنجره، قطعت الشيفرول ودرتو، زدت عليه شويه الماء، الملح، الابزار، طاب، طحناه، زدتو كاس الحليب، 4 الفرماجات مثلتين ولا كيري ولا اللي بغيتو. قدمناها على هذا الشكل هذا، قدمنا مع الحامض اللي بغى السرور، زيناه بشويه الفلفله حمراء وريش ديال سمين معدنوس. الشوربه ديالتنا جات على هذا الشكل هذا. بالصحه والراحه. سلام البنات. هاد الشوربه ما شاركتهاش معكم من الاول، دخلوا للقناه باش تشوفوا الفيديو من الاول. المهم هاد الشوربه اللي درتها بالشيفرول والحليب والفرماج والبصله، قدمناها على هاد الشكل هذا. قدمناها مع درناها زوقناها بفلفله هكا حمراء وريقات معدنوس، قدمنا مع الحامض اللي بغى يعصرو. القوام ديالها تيجي على هاد الشكل هذا. بالصحه والراحه. السلام عليكم البنات، نتمنىكم تكونوا في احسن الاحوال وانتم تشاهدوا هذا الفيديو. اليوم عندي فيديو جديد، سامحوني على صوتي، ضرني صدري الله ينجيكم يعافيكم. اليوم غندير معكم واحد الشوربه بالشوفان وحب الرشاد والسانوج وشويه اللوز. دابا عندي هنايا طنجره فيها الماء يغلي، ندوز ندير فيها هاد المعلقه، نص معلقه الزبده، ندير فيها قياس معلقه صغيره حب الرشاد او حب الرشاد كيما واش تيقول لها، نص معلقه صغيره ديال الحباء ديال السانوج، شويه الملحه في الاخر غادي نزيد لها خصاتني. نخليو هادشي يغلي مزيان. غنزيد هاد المعلقه اللوز حتى هي، هاد اللوز هذا تيعطيه لذه ديال الشوربه واعره زوينه لذيذه وصحيه في هاد البرد. بعد ما غلى هذاك سميتو غادي نزيد الشوفان، عندي زلافه الشوفان. دابا البنات بعد ما طاب لي هاد الشوفان ديالي، خصني ضروري نزيد واحد المعلقه ديال الطحين. هي حركتها في الماء هكا وغادي ندوز نصفيها في هاد ملي بغا يخويها، خصني نديرها في هاد الصفايه. دابا البنات بعد ما خويت ديك المعلقه الطحين غادي نحرك مزيان. هادشي تقول لي هادشي كحل تيبان تما ديك السانوج والحب الرشاد هما اللي دايرين دوك الحبيبات اللوز. الشوربه مفيده البنات في البرد وزوينه. طيبت شويه الحليب فيطو باش ما بغيتش نديرو فيها بارد.